إلا قلت ليك تقدر تشوف المستقبل ديالك قبل ما توصل ليه، بصح ماشي تنجيم، ماشي تنبؤ، وماشي في الأحلام، ولكن حيت فريمون تقدر تكوني شفتيه وبقيتي سنين نتا ما عارفة شنو شفتي، ولا ما قدرتيش تفسر أولا ما قدرتيش تفهم. أنا كنحكي لكم هاد الشي حيت ديجا يعني دزت من هاد المرحلة شفت المستقبل ديالي قبل ما نوصل ليه بسنين عديدة. أنا واحد البنت كبرات في واحد الدوار يعني صغيور بزاف بزاف بزاف، كان المستقبل ديال البنت كيترسم ليها قبل ما تزاد، غادي تزاد، غادي تربى في واحد البيئة متشددة بزاف، غادي تقرا واحد شوية، من بعد توصلت للبلوغ غادي تزوج نيشان. يعني هذا هو الطريق اللي كان كيكون مرسوم لأي بنت في هذيك المنطقة. إلا أنا كنت دائما كنحس يا عالم ياهو أن هاد البلاصة ماشي ديالي، وأن هاد الطريق مستحيل يكون ديالي، وأن شي بلاصة أخرى أنا كنتمي ليها، شي بلاصة أخرى تناديني. فين؟ ما عرفتش، كيفاش؟ ما عرفتش، أشنو كاين أصلا على برا يناديني؟ ما عرفتش. شي مرات كنا كنمشيو للمدينة لكازا، كنت كنمشي عند اختي انا والوالده، كنت كنجلس عندها سيمانه جوج ثلاثه شهر، شهر ونص، شهرين ثلاثه في العطله ديال الصيف. كنت كنقولها يمكن هذه البلاصه التي تناديني مثلا، يمكن هذا هو المكان اللي كنحس انا كنتسامي ليه، ولكن لا، اون فوا كنت كنمشي كنجلس واحد المده صغيره كان كيكون عندي نفس الاحساس ان شي بلاصه، عرفت واحد الاحساس غريب تشرحو لشي حد، شي بلاصه أنا كتعيط ليا، يعني أنا هادي ماشي بلاصتي، لدرجة أنه أنا كانوا كيسميوني فيا الشيكي وكانوا كيسميوني بعكاكة، حيت علاش؟ حيت أنا كان دائما عندي داك الإحساس أني أنا غريبة على هاد الناس اللي دايرين بيا، عرفتو دايرين بحال شي فضائي ملي كيتنزلوا للأرض يسكن مع البشر، عرفتو دوك التفاصيل اللي هو كيبدا يرد ليا البال، الديتيلز كيفاش كيهضروا، الطريقه كيفاش كيعبروا على المشاعر ديالهم، الكلمات اللي كيستخدموها. انا لهاد الدرجه كنت يعني رغم اني كبرت مع دوك الناس، تعايشت معاهم في نفس اللغه، ولكن كانوا الناس الكبار فاش يجلسوا تيهضروا مع الوالده ولا هذا ولا هذا، انا كنبقى حله فمي، انا كنبقى كنشوف، كنبقى تنحلل، كنت كنبقى عندي واحد الاستغراب ان كيفاش تيهضروا، كيفاش تيعبروا، كنحس راسي اني ما كنقدرش نعبر بحالهم، ما قادراش نهضر بحالهم بنفس الطريقه اللي كيهضروا بها. كنت دائما كنحس انني انا ماشي هذه بلاصتي، ماشي هذه بلاصتي، لدرجه انني كنت كندعي على راسي كنت كندعي على راسي واحد الدعوه دائما فاش كنت كنتخاصم مع خوتي ولا هذا، كنت دائما كنقول يا رب يا رب تعطيني شي طياره يا رب تعطيني شي طياره اللي طيرني من هنايا، وتكون باش نرجع للمغرب خاصني 7 بحور. يعني شوفوا العقل كيفاش كان. كنت يعني كيفاش انا واحد الدريه صغيره في عمرها 8 سنين كيفاش كانت عارفه اصلا انا كاينه شي بلاصه بعيده على المغرب ب7 بحور، وفين كاين هاد البلاصه اصلا اللي بعيده على المغرب ب7 بحور. يعني دائما كنت كندعي انني انا بغيت نمشي لشي بلاصه باش نفكر انني نرجع للمغرب خاصنا نقطع 7 بحور. كانت هذه هي الدعوه ديالي. فهنا السؤال اللي كيطرح راسو، كيف الانسان يقدر يحس بشي بلاصه هو كينتمي ليها وهو يعني باقي صغير او لا بسنين قبل ما يوصل لها؟ واش الانسان يقدر يجي الحنين والاشتياق لشي مكان كينتمي ليه هو ما عمره شافه، ما عنده حتى شي معلومه على هذاك المكان؟ يعني ما كانش عندي هذه الاجوبه كاملين، ما كانش عندي، ولكن نقدر نقول لك انه دابا حاليا عندي الجواب. ملي كنرجع فلاش باك لورا وكنشوف الطفوله ديالي، كان الجواب دائما كيتعاد، ولكن انا ما كنتش عارفه، يعني ما كنتش واعيه به. دائما كان كيوقع لي واحد الموقف مرارا وتكرارا كنت كنعيشه بنفس الطريقه، هذاك الموقف هو اللي كان فيه الجواب. شنو هو هذا الموقف؟ هذا الموقف انه كان دائما ملي كدوز شي الطياره كدوز شي طيران فوق الدار، انا بالنسبه لي هذيك هي النشوه ديالي، انا بالنسبه لي هذيك هي من احلى اللحظات اللي نقدر نعيش مثلا في الايام ديالي. ملي كانت كنسمع الصوت ديالها دايزا فوق الدار، عرفتو كنحيد اي حاجه في يدي، واخا نكون ناكل، واخا نكون ناعسه، واخا ما عرفتش شنو نكون ندير، كنوض نجري نهز راسي للسما نقلب على هاد الصوت منين جاي. وكنت كنشوفها
ماشي زعما كان تيكون عندي واحد كنكون زعما كنقول زعما يا ربي شي نهار نركبها، لا أنا كان تيكون عندي واحد اليقين أنني أنا شي نهار ماشي غادي نركبها، أنا شي نهار غادي نجرب دوك الأحاسيس اللي دوك الناس راكبين فيها كيحسوا. يعني كنبقى نقول دابا هاد الناس اللي راكبين فيها باش يحسوا شنو المشاكل ديالهم، كنمشي بعيد شنو هي المشاكل ديال هاد الناس اللي راكبين في ديك الطياره، ومنين جايه وفين غاده، واش هما كيشوفونا من الفوق، كيفاش كيشوفونا من الفوق. عرفتوا شي اسئله كانت كتجيني في ديك اللحظه، هذيك لحظه النشوه ديالي بالنسبه لي انا كنت كنسمي ديك هي النشوه اللي كنت كنحس بها. فهاد الموقف كان دائما كيتكرر معايا، دائما كيتكرر حتى الدعوه ديالي اللي قلت لكم، يعني كانت هي دعوتي يا ربي تعطيني شي طياره طيرني من هنايا. انا كنت كنشوف الطياره ماشي شحال زعما كان بعيده عليا، لا انا كنت كنشوف الطياره، ديك الطياره بحال جايه من حياتي. عرفتوا شي حاجه جاياني من المستقبل، كنت كنشوف ان هذيك الطياره جايه من حياتي، انا شي نهار غادي نكون فيها وغادي نجرب الاحساس ديال الناس اللي راكبين فيها، وغادي حتى نحس نشوف الناس من الفوق، وغادي حتى نكون الفوق وهذا هم ديال شي مشاكل. انا لهاد الدرجه كنت كنفكر في الموضوع. دابا فعلا كبرت وركبت ما مرة ما جوج ما ثلاثة ما 4 ما 10 ما يعني ما لا نهاية، ركبت بزاف المرات وسافرت على المغرب بعيد، ما عرفتش 7 بحور ولا لا، ولكن نقدر نكون ما بيني وما بين المغرب 9 سوايع ديال الطيران. دائما كنتفكر هاد اللحظات اللي انا كنعاود لكم عليها، ودائما السؤال بالنسبه لي ما بقاش وما كأطفال نقدروا نحققوا الاحلام ديالنا، لا السؤال بالنسبه لي كيفاش طفلة ولا طفل في عمر 8 سنين ولا أقل كيقدر يشوف شي حاجة هو ما عندوش حتى شي تخيل عليها، يعني ما عمره شافها، ما عمره شاف شي حد جربها. يعني ما كانش شي حد مثلا في عائلتي خوتي ولا شي حد قريب لي يركب الطيارة وجا عاود ليا كيفاش كيشوف الدنيا من الفوق، لا يعني ما كانش شي حاجة تخليني أنا نتعلق بشي حاجة نشوفها أنا بعيدة عليا. هادشي انا تنقول لك اي واحد غادي يسميها مجرد اهتمامات ديال الطفوله، اهتمامات عشوائيه، ولكن السؤال واش فريمون الاهتمامات اللي كتكون عندنا وحنا صغار هي مجرد اهتمامات عشوائيه من جنها، يعني فقط هكا ظهرات الدماغ ديالنا بشكل عشوائي. انا نقدر نقول لك حاليا كنآمن من خلال القصه ديالي اللي هي دازت من بزاف الحوايج، اللي ماشي كنهضر لك غير على هاد القصه ديال الطيران وديال السفر وديال انني نخرج على المكان اللي كنت فيه، لا بزاف الحوايج بزاف القصص اللي انا عشت فيهم في حياتي اللي عطاوني دلائل و evidence انه اي حاجه كنا مهتمين بها وحنا صغار انها ماشي اهتمامات عشوائيه كنا كنعيشوها، لا شي مرات الروح كتكون عارفه الطريق ديالها قبل ما توصل للمستقبل اللي انت غتوصل ليه. شي مرات حنا كنكونوا عارفين طريقنا وكنحسوا بها وطريقنا كتنادي لينا قبل حنا ما نوصلوا ليها، سواء انت الحياه اللي خلى الواحد حرفاتك على الطريق وداتك لطريق اخرى، سواء انت خدمتي على هذاك الطريق اللي انت كنتي كتشوف وانت صغير وصلتي ليها. ما كايناش شي حاجه عشوائيه في حياتنا، وخصوصا وحنا صغار ما كاينش حاجه عشوائيه، لا احلام لا احاسيس لا مشاعر كنا كنحسوا بها، ما كايناش شي حاجه عشوائيه كانت كدوز مجرد هكا لا كل حاجه كانت الروح ديالنا كتكون فايقه اكثر ديك الساعات. دابا مع المشاكل ومع الضغوطات اللي كنعيشوها ومع التشتت اللي حنا ولينا عايشين فيه ما كنقدروش نسمعوا الارواح ديالنا كيف ما خاصنا نسمعوا ليها، ولينا تايهين ضايعين من راسنا. وحنا صغار لا كان الصوت اقوى. وعاودوا فكروا في الموضوع، ما ربما تلقى ان طريقك غير الطريق اللي انت فيها. فاللي بغيت نقول لك انه تقدر تعرف المستقبل ديالك من شي تفاصيل من شي ديتيلز صغيره انت عشتيهم وانت صغير ما فهمتيهمش. في حالي انا يعني ما فهمتيهمش، تقدر يعني سمعتي داك النداء وتبعتي للاخر مشيتي في طريقك. بحال انا ما سمعتش الناس اللي دايرين بيا، ما رضيتش داك الحكم اللي حكموا عليا انني نقرا واحد الشيء نخرج من قرايتي ونتزوج، لا انا ما رضيتش، لا انا قاتلت تحاربت نقول لك نبكي، تحاربت ديال المعقول باش انا نخرج على داك الطريق اللي كان مرسوم ليا. فتقدر انت كانت شي حاجه وانت صغير كنتي
كديرها ولا كنتي كتحس بها، شي لغة كانت كتستهويك، عرفتي داك الإحساس ديال النشوة، شي لغة كانت كتستهويك، شي مهنة كنتي كتشوفها كتحرك فيك شي حاجة، شي حياة كنتي كتشوفها في التلفزيون، كنتي كتشوفها شي حد عايشها، ماشي كتحسد، ماشي كتسم، لأ كتعطيك واحد الإحساس زوين، ماشي إحساس خايب، كتعطيك واحد النشوة كتعطيها ليك. يمكن كان هاديك هي طريقك، فما عرفتش نتا واش مشيتي في هاديك الطريق ولا الحياة داتك في طريقها كيف تنقولوا، ولكن تقدر تعاود تفكّر من هاد الناحية اللي أنا عطيتك، تقدر تشوف الطفولة ديالك من ناحية أخرى، شنو اللي كان كيستهويك وأنت صغير، واش دابا كمّلتي فيه والّا ما كمّلتيش فيه، ولا ما كمّلتيش فيه واش فريمون دابا باقي عندك هداك الإحساس أنه باقي كتعطيك هاديك النشوة اللي كانت كتعطيها ليك من زمان. يعني فكّروا في الموضوع من وجهة نظر أخرى، أعطيه فرصة why not، تقدر تكتشف أن طريقك غير الطريق اللي أنت ماشي فيه، وأن مستقبلك غير المستقبل اللي أنت كنتِ كتخيّله لراسك، اللي هو ممكن كان يكون مستقبل أحسن ليك why not.